بعد كذا هيرجع تاني. فطبعا كل الكلام ده كلام مش مظبوط يعني. لو جينا شفنا حضراتكم الحلقه اللي فاتت، يمكن انا حطيتها على الفيسبوك، قلنا كلمه كبيره جدا، اسباب لو الذهب نزل تحت 1880 دولار الذهب هينهار. طبعا كل الناس اللي بتتكلم في مصر تقول لك هو الذهب انخفض عشان خاطر كذا، او المدارس، او مش دخول المدارس، او طلوع المدارس. كل الكلام ده مش مظبوط. ليه؟ ان الذهب هو ذهب عالمي وليس ذهب مصري. الذهب انخفض ليه، او اسباب انخفاض الذهب في مصر او في العالم، ان الذهب نزل تحت 1880 دولار. هل تعلم ان سعر الدولار او سعر الاوكية الذهب هي حوالي 31 و10 عيار 24، انخفضت حوالي يمكن 100 دولار الاسبوع اللي فات تقريبا، او خلال 10 ايام اللي فاتوا. يمكن كانت هي بتنحصر مثلا من 1880 ل 1980، ولكن انهارت بقى لما كسر الرقم ده. الرقم ده كان رقم قوي جدا، 1880 دولار. لما نزلت الاوكية او نزل اسعار الذهب وصل لمستويات كام الاسبوع ده؟ عند 1810. هل تعلم ان سعر الدولار منخفض عالميا من 7 شهور؟ يعني سعر الذهب، انا اسف، سعر الذهب، هل تعلم سعر الذهب منخفض عالميا من 7 شهور؟ ليه بقى انخفض عالميا؟ ان في زي ما احنا بنقول، احنا في ارقام وفي طبعا عرض وطلب، ولكن في البورصه العالميه في حاجه اسمها توقعات. احنا مهما نقول عمرنا ما نتوقع بشكل 100%، هنقول توقعاتنا كلها 60 70%. الذهب بقى ايه اللي حصل الفتره اللي فاتت؟ الذهب كان بينحصر زي ما احنا قلنا لحضراتكم من 1880 ووصل يمكن اعلى مستويات من 2079. يمكن جايب لكم انا حكايه الذهب من الاول. الذهب يمكن في شهر 2 اللي فات كان وصل اقل سعر او سعر اوكيه عند 1804 دولار. يعني من شهر 2 كان من 1804 دولار. ارتفع السعر في شهر 5، ارتفع السعر في شهر 5 وصل 2079 دولار. الرقم ده لما وصل الناس قال لك بس الاوكيه هتوصل بقى كام؟ 3000 وكذا وكذا وكذا. من شهر 5 لحد الان، يعني من 2079 نزل لحد كام؟ 1810. يمكن الاسبوع ده خلال 10 ايام نزل حوالي 100 دولار. رغم انخفاض الاوكيه 100 دولار، ولكن السعر في مصر مرتفع عن السعر عن البورصه العالميه. في الجرام عيار 24 حوالي تقريبا 650 جنيه. طيب هو سعر الجرام عيار 24 عالميا بكام؟ هنقوله تقريبا 59 دولار. عشان نعرف المشاهد بقى العمليه تتحسب ازاي. هو احنا الارقام دي بنجيبها منين؟ يمكن الشاشه اللي قدامكم حضراتكم ده السعر العالمي للاوكيه، وزن الاوكيه. ان في البورصه العالميه الوزن بالاوكيه مش بالجرام. كام السعر حاليا دلوقتي؟ 1832 دولار. لو خدت السعر دوت حضرتك وقسمته على 31.10 الوزن بتاعها، يطلع تقريبا حوالي هنقول تقريبا حوالي 59 دولار. يبقى السعر العالمي لسعر الجرام عيار 24 على مستوى العالم حوالي 59 جرام. تضرب انت بقى الرقم ده في سعر الصرف الحالي. يعني انت مثلا، يعني في ناس يقول لك انا قاعد مثلا في دوله خليجيه مثلا، هو السعر بكام؟ مين اللي بيحدد السعر ده؟ خلي بالك بيحدد السعر ده البورصه العالميه. البورصه العالميه. ليه؟ ان السعر حاليا دلوقتي على مستوى العالم 59 دولار هو سعر الجرام على 24. اضرب في سعر الصرف. مع ذلك رغم انخفاض الذهب عالميا، ولكن ما زال السعر مرتفع حوالي 650 جنيه. طب اللغز دوت كان محير المصريين الفتره اللي فاتت، يقول لك طب ازاي السعر ده؟ ليه؟ ان في بعض الناس او بعض التجار بيعلي سعر الصرف حسب السوق الموازي. يعني مثلا في البنك احنا عارفين سعره كام، هو لا ما يعتبرش البنك، يعتبر بيبص للسعر للسوق الموازي قد كده. عشان كده يمكن هو ده الفرق. ولكن في البرنامج عندنا الاسعار دي اسعار بورصه. السعر حاليا عند 1832 دولار، ده سعر اوكيه. يمكن الاسبوع اللي فات انخفض الاقل سعر عند 1810، وكان اعلى سعر الاسبوع اللي فات 1850. تقريبا تحركت في حوالي 40 دولار. كان في حركه قويه جدا. ليه بقى الحركه دي؟ كان في خبر مهم جدا يوم الجمعه، يمكن في خبر في الوزاره الزراعيه في امريكا. الخبر ده يمكن قوى من قيمه الذهب. يمكن الذهب تحسن يوم الجمعه، الذهب تحسن، ولكن الذهب منخفض. الذهب منخفض. يمكن زي ما الناس كانت بتتكلم تقول لك ان اسبوعيا لما الذهب انخفض ووصل ل 2500 جنيه و2550. انا بتكلم على 24 في مصر. يعني حاليا يمكن سجل النهارده حوالي 2504. في ناس بتقول لك امبارح ان سعر الذهب ارتفع ازاي اصلا؟ هو السعر منخفض عالميا.
السعر ده كان من كام شهر كان حوالي 3000، خلي بالكم يمكن وصل 3000 وكسر. كان الناس تقول لك اشتري دهب. السؤال ده بيسالني كل مره، اشتري دهب امتى وابيع الدهب امتى؟ لازم تقسم محفظتك الى 3. يمكن اهو الدهب نزل، في ناس تتخيل الدهب نزل راح اشتري ولا راح ابيع. انت صاحب قرار، بدل ما اشتري فلوسك كلها قسمها الى 3، او السعر انخفض اهو عن الاسبوع اللي فات واللي قبليه. طيب توقعاتنا بقى ايه الاسبوع اللي جاي او الفتره اللي جايه في الدهب؟ الدهب حضراتكم دلوقتي 1832 دولار. الرقم ده مهم جدا. لو الذهب صعد فوق 1850 دولار الذهب ممكن يتحسن تاني. الذهب لو اتحسن 1850 دولار، الارتفاع القوي للذهب لازم يكسر النقطة المركزية القوية جدا للذهب 1880 دولار. ليه النقطة دي أنا بقول يبقى في ارتفاع تاني للذهب؟ للذهب ليه؟ النقطة دي الذهب نزل من عندها، وكان سبب انهيار الذهب هو الرقم ده 1880 دولار. من هنا انهيار الذهب ونزل حوالي 70 دولار ونزل بشكل سريع جدا. طيب يبقى التحسن الذهب 1850. لو الذهب بقى شفناه هيرتفع، لو انت حضرتك شفت على الشاشة العالمية 1880 دولار توقع ارتفاع الذهب. طيب انخفاض الذهب بقى فين؟ هل ممكن ينهار تاني؟ الذهب لو انهار تاني ممكن يوصل لمستويات 1800. الرقم ده مهم جدا. يمكن هو قرب بالنسبه له من شهر 2 اللي فات، وصل 1804، ولكن يمكن يوم الجمعه وصل ل 1810. انهياره بقى الذهب 1800 دولار. لو الذهب وصل ل 1800 دولار هيبقى فيه ممكن من مزيد من انخفاض الذهب، ممكن يوصل مستويات 1790 وممكن يوصل مستويات 1780. يمكن ده اقوى تحليل للذهب. عندنا نقطه قويه جدا، النقطه الاساسيه بتاعتنا 1850 تحسن الذهب، ارتفاعه 1880. انهيار الذهب تاني ممكن ينهار لو نزل تحت مستويات 1800 دولار. ممكن يزيد مزيد من انخفاض الذهب، ممكن يوصل مستويات 1790 دولار. ده بالنسبه للذهب. يبقى الذهب دلوقتي في منطقه انخفاض. الذهب عند اقل سعر، او وقيه الذهب عند اقل سعر من 7 شهور. ده بالنسبه لتحليل الذهب. اسباب انخفاض الذهب في ايه؟ في مصر مفيش بقى مدارس ولا غير مدارس، لا الذهب هو سعر عالمي، والانخفاض ده هو على مستوى العالم كله. يعني لو رحت اي دوله عربيه او اجنبيه، اي دوله هيقول لك سعر الجرام عيار 24 حوالي كام؟ حوالي 59 دولار. اضرب سعر الصرف هيديك سعر اوكي سعر الجرام الذهب عيار 24. ده بالنسبه لتحليل الذهب. هنيجي بقى نظره سريعه عن المؤشرات نشوف حكايه بقى الدولار. الدولار طبعا حكايته حكايه، ليه حكايته حكايه؟ يمكن اللي حضرتك انتوا شايفينه دول اقوى 8 مؤشرات في العملات، اللي هو ايه؟ طبعا عندنا الدولار، عندنا اليورو، عندنا الين الياباني، الجنيه الاسترليني، الجنيه الاسترالي، النيوزيلندي، الدولار النيوزيلندي والاسترالي والفرنك. طبعا دول يمكن اقوى 8 عملات في منطقه اليورو. طبعا اليورو معروف يعني. طيب فين بقى الدولار بقى؟ يمكن الدولار القوي طبعا الحمد لله احنا في مصر يمكن الحمد لله في استقرار في سعر الصرف في مصر، في سعر الدولار. خلي بالكم هو الدولار عالميا مرتفع، يمكن الحمد لله في مصر مستقر، ده الحمد لله. ولكن بقى تعال نمكن نظره سريعه بقى شوف ايه حكايه الدولار عالميا. الدولار لو جينا شفناه قدام اليورو، الدولار انخفض. الدولار كان قوي ارتفع امام اليورو من كام؟ تقريبا هنقوله من 10 شهور بالظبط، من 10 شهور. يعني اليورو انخفض امام الدولار من 10 شهور. طيب وصل كام بقى اليورو؟ يمكن الاسبوع ده وصل دولار و4 سنت. تخيل انهيار قد ايه. يعني ده يدل على ايه؟ قوه الدولار. في منحنى للدولار. الدولار دلوقتي يمكن المؤشر يمكن اول واحد شايفينه هو الدولار، هو اقوى مؤشر او المؤشر الوحيد المرتفع. يبقى امام اليورو حوالي من 10 شهور. ولكن اليورو كان مرتفع يمكن في شهر 7 اللي فات او بالظبط وصل لدولار و12 سنت، والناس قال لك بس ده منطقه بقى اليورو هترتفع، ولكن الدولار هو القوي. يبقى الدولار القوي امام اليورو من 10 شهور. هنيجي بص بقى قدام الين. قدام الين يمكن الدولار ين سجل يمكن الاسبوع ده حوالي 150 ين. تخيل الدولار وصل حوالي 150 ين، ده رقم طبعا تحسن جامد جدا. يبقى الدولار برضو مرتفع امام الين من كام؟ من سنه. طيب حتى امام الفضه يمكن الدولار اتحسن امام الفضه، يمكن سجلات الفضه حوالي 20 دولار. يعني الدولار ما زال هو القوي مؤشر الدولار. نيجي بقى نشوف
امام الجنيه الاسترالي، او يعني الدولار من 7 شهور يمكن وصل سجل الباون امام الجنيه امام الدولار و20 سنت وحوالي 44 نقطه تقريبا. يبقى اذا الدولار هو الاقوى بين العملات. لو بصينا بصه قدام الفرنك هتلاقي الدولار قوي امام الفرنك كمان من 7 شهور، يمكن سجل 92 سنت الاسبوع ده. قدام الكندي من 7 شهور، وقدام الاسترالي من 11 شهر. يمكن الاسترالي كان قوي جدا الفتره اللي فاتت امام الدولار، ولكن تحسن قوه الدولار من 11 شهر. يمكن امام النيوزيلندي برضه من 11 شهر. معناه ايه؟ معناه ان الدولار هو الاقوى عالميا. يمكن كان في ناس في مصر الفتره اللي فاتت تقول لك هو الدولار مرتفع. هو خلي بالك الدولار مش مرتفع في مصر بس، ده احنا يمكن في مصر الحمد لله في استقرار الفتره اللي فاتت، يمكن البنك اهو الحمد لله في استقرار، ولكن خلي بالك هو الدولار مرتفع عالميا على مستوى العالم. يمكن عملنا احصائيه قويه جدا امام الذهب، الدولار، وامام سله العملات. يمكن امام اقوى 8 عملات هتلاقي مؤشر الدولار هو القوي. طبعا بقى نطلع فاصل، وبعد الفاصل هنبدا بقى نشوف التدريب في البورصه العالميه.